أن الله سبحانه وتعالى يقول فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. وفي آية الأخرى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه إفريقيا وتلقب بالقارة السمراء، ثاني أكبر القارات في العالم من حيث المساحة وعدد السكان، وهؤلاء أفارقة من جنوب الصحراء، هؤلاء أيضا أفارقة من شمال الصحراء الكبرى. وهذه منظمة التعاون الإفريقي تجمع كل الأفارقة في شمال وجنوب الصحراء. أما هذه فهي أوروبا التي استعمرت أجزاء كبيرة من إفريقيا من شمالها إلى جنوبها، الشيء الذي أدى إلى ثراء أوروبا وفقر إفريقيا، وبدوره أدى إلى فقر شعوب إفريقيا وضعف دولها، الأمر الذي يسهل سرقة ثرواتها ومواردها الطبيعية. مع العلم أن هؤلاء ينامون ويستيقظون على مناجم الذهب والمعادن، ولكن هذه الثروات يتم استغلالها من قبل هؤلاء لتطوير دولهم واقتصاداتهم، لتغرق بعدها هذه في الفقر والبطالة والصراعات الداخلية، الشيء الذي يؤدي بهؤلاء إلى التفكير في ملاحقات ثرواتهم والهجرة إلى الجنة الأوروبية، وبالتالي يؤدي هذا إلى دفع هذه الدول لضريبة كل ذلك باعتبارها بلدان عبور للمهاجرين، وهي المتواجدة مباشرة على حدود الاتحاد الأوروبي. ولكن هل سيقوم هؤلاء بالسماح لهم بذلك؟ بالتأكيد لن يسمحوا بحدوث ذلك، بل سيضعون كل العراقيل أمامهم لمنعهم من القيام بذلك، ومن بينها دفع الأموال لدول الأفارقة شمال الصحراء لإغلاق حدود أوروبا أمام الأفارقة جنوب الصحراء، وبالتالي بقاء المهاجرين عالقين في بلدان العبور للضفة الأخرى، ليصبح بعدها حالهم أسوأ مما كانوا عليه في بلدانهم، حيث يصبحون بلا مأوى ولا عمل، وهذا كله في بلدان تشبه نسبيا بلدانهم من حيث مستوى المعيشة والبطالة والأزمات التي هربوا منها، بل أن بلدان العبور هي نفسها تعاني من نفس مشاكل بلدانهم، وحتى من حيث هجرة مواطنيها للقارة الأوروبية، لتصبح إفريقيا كأنها في دوامة لا متناهية. ولكن الذي يجب التركيز عليه هو أنه على إفريقيا الجنوب وشمال الصحراء أن تجد حلولا لمشكلة المهاجرين العالقين بدول العبور، خصوصا مع شكوى المواطنين في المغرب والجزائر وتونس ومصر من سوء تعامل المهاجرين غير الشرعيين للسكان المحليين وعدم احترامهم للقوانين والأعراف المجتمعية بهذه الدول. فالمسألة ليست بيضا ولا سودا، فالجميع أفارقة، والفقر والبطالة هي نفسها. ففي الإسلام لا فرق بين أبيض ولا أسود، فالجميع في صف واحد، يكفي القليل من الاحترام المتبادل بين الشعوب، ولا فضل لأحد على آخر. والسلام.